أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في قصصهم عبرة. أخبار القرآن إيه وتدبر القرآن إيه والمعاني الحلوة اللي عمالة بتجيلكوا كده وإحنا بنتدبر القرآن زي ما اتفقنا. أخبارها إيه؟ اللي عنده كده أي معاني حلوة شاركونا كده واكتبوا لنا في التعليقات. طيب تعالوا النهاردة نشوف عندنا قصة مين. الحقيقة في سورة في القرآن يا جماعة باسم سيدنا لقمان. المفاجأة إن سيدنا لقمان مش نبي ولا رسول ولا أي حاجة. أمال مين سيدنا لقمان؟ مين سيدنا لقمان اللي ربنا سمى سورة باسمه وجاب لنا الحوار اللي هو كان بيعمله مع ابنه؟ سيدنا لقمان كان بمنتهى البساطة مربي، رمز لأب بيربي ابنه. أخد ابنه كده يا بني وبدأ يديله كده شوية معلومات، شوية نصايح، توجيهات. كان أب حريص إنه يربي ابنه، كان أب حريص إنه يبدي ابنه رسائل في اتجاهات مختلفة، ليها علاقة بعلاقته مع ربنا والتوحيد، ليها علاقة بعلاقته مع المجتمع، ليها علاقة بعلاقته مع نفسه والتواضع وتهذيب النفس. بصراحة كفى ووفى. طيب يا رب، هو دور المربي عندك غالي قوي كده لدرجة إنك تسمي صورة باسمه؟ أيوة. طب إحنا لما نسمع ونقرأ سورة سيدنا لقمان ونشوف الرسائل، هنتعلم منها التربية ونروح نعلم ولادنا المعاني اللي هو علمها لابنه بس كده؟ لا، في معاني كده حلوة تانية عايزين نطلع بيها. في معنى مهم جدا ومحتاجينه جدا في العصر اللي احنا بنعيشه ده، حيث بقى النجاح هو نجاح مادي. كتير من الأمهات دلوقتي بتجيلي عندها إحباط، انهيار، حاسة عمري راح يا نرمين، ما عملتش حاجة لنفسي. جوزي دلوقتي حقق وصل، ولادي دلوقتي أنا ما عملتش ولا حاجة لنفسي، أنا ولا حاجة. أنا لا اشتغلت ولا حوشت فلوس ولا عندي بوزيشن ولا شغلانة في مكان ولا عندي سي في ولا عارفة أنزل أشتغل لأني ما عنديش خبرة في أي حاجة. أنا بجد حاسة أن عمري راح. نرمينا لما بتفرج على الناس على السوشيال ميديا ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، بحس قد ايه انا فاشله. بحس ان انا ايه ده، حياتي فاضيه محصوره بس على ولادي. هو انا بس عايشه عشان خاطر ولادي؟ انا بجد صعبانه عليا نفسي. بعيدا عن ان التوازن لازم بنشتغل عليه ودي قصه تانية هنتكلم فيها، ولكن اللي عايزه اقوله لك النهارده انه انت اللي بتختاري تبصي لتربيه ولادك والدور اللي بتعمليه مع أولادك على إنه حاجة صغيرة وهو لا شيء وهو مش نجاح وهو عمر رايح وأنا كان في حاجة أحلى من كده عايزة أعملها. وأنا اللي بختار أنتبه لصورة لقمان وأنتبه إن ربنا بيقول لي دور المربي ده دور عظيم لا يقل أهمية عن الرسل والأنبياء، واتحط معاهم صورة كاملة باسمه. افرحي ان انت مربية، افرحي ان انت بتربي ولادك، وشوفي ده عمل عظيم عند ربنا ممكن يكون اعظم من اي نجاح تاني انت هتعمليه في شغلك او في اي حاجة. وعلى فكرة انا ست بتشتغل بكلمك، بس انا بكلمك انه احنا في الاخر بنبص عند ربنا مش عند المجتمع بتاعنا. احنا لما بنزعل ان احنا ما عملناش حاجات لان احنا بنبص بمعايير البشر، بس لما نيجي نتدبر القرآن ونشوف المعايير اللي عند ربنا هنلاقيها مختلفة. النجاحات اللي ربنا عايزها مننا مختلفة، مش زي اللي البشر عايزينها منك. يبقى رسالة لكل افرحي بدورك في التربية وافرحي بالدور ده، واعرفي ان ده دور عظيم عند ربنا، وان الدور ده كان عند ربنا غالي لدرجة ان في سورة تنزل باسم مربي فاضل كده بيربي ابنه. طيب، وفي هنا رسالة برضو تانية لكل أب، لكل أب جميل بيقعد يدعي إن التربية دي للستات، أنا بنزل أشتغل وأجيب فلوس وإنتي مسؤوليتك الولاد، إنتي اللي بتربي الولاد، إنتي. فالقرآن يجي يرد على حضرتك ويقول لك جبت منين الكلام ده؟ ده المجتمع بتاعك اللي قاله لك، لكن القرآن بيقول لك الأب بيربي. ولما القرآن اختار نموذج للتربية ما جابش أم بتربي بنتها بتربي ابنها. أكيد على مدار الآلاف السنين دي في أم جميلة كده زي سيدنا لقمان مسكت بنتها، مسكت ابنها، ادت له كده شوية حاجات حلوة، صح؟ ربنا اختار نموذج الأب اللي بيربي، هو ده اللي يتحكي.
ردا لكل راجل هيقعد يقول بقى انا بشتغل وكفايه عليا كده وماليش دعوه بالعيال وانتي ربي وانتي شيلي. اقرا بقى سوره لقمان وتدبر، والرد والايات بتشرح نفسها والرساله وصلت. طيب في معنى تاني برضو مهم جدا عايزين نقف عنده في هذه الصورة الجميلة في حتة التربية، برضو ردا على الرجالة أو بعض من الستات اللي بيشوفوا إنه التربية الست لو اشتغلت هتأثر في تربيتها لولادها، وإنه أنت الست اللي لازم تربي، وإنه. تعالوا نفرق يا جماعة بين الرعاية وبين التربية. الرعاية بخلي بالي منك، بطبطب عليك، بأكلك، بغير لك، بشوف احتياجاتك، دي رعاية. الرعاية دي هنا بيكون بيعتمد الست لما بتشتغل بيكون عندها سكيلز تايم مانجمنت، بتعرف تبقى مالتي تاسك، فأقدر إن أنا بجانب شغلي أرعى بيتي وولادي ولا لأ. مش كل ست بتعرف تعمل كده، بس في ستات بتعرف تعمل كده. لكن التربية ملهاش علاقة الست بتشتغل ولا لأ، وملهاش علاقة بالراجل كراجل، هي ليها علاقة بالشخصية. ممكن ست تكون ما بتشتغلش بس هي ما عندهاش شخصية ولا الوعي ولا الإدراك ولا كده المايند سيت اللي يخليها تعرف تعلم ولادها مبدأ واحد، تزرع جواهم حاجه واحده حلوه. هي طول النهار بوتشي بوتشي قلبي وتدلع واديتي، ما بحبش ازعله، اصل هو طيبه، بصي حبيب قلب ماما عامل ازاي. هي طول ما هي قاعده عماله بتدلع في عيالها، بس هل هي علمتهم حاجه واحده كده زرعتها في شخصيتهم؟ زرعت جواهم قد ايه تقوى ربنا، زرعت جواهم العفو عند المقدره، زرعت جواهم ان ازاي الانسان يتواضع والانسان يسامح، الانسان يبقى جدع. ممكن كتير امهات بقابلهم هم أصلاً فكرة إني أوجه ولادي، أنصحهم، أعلمهم، أربيهم، لأ. وبقت الموضة دلوقتي زي ما احنا بنشوف في التربية دلوقتي إن أنا صاحب بنتي وصاحب ابني، فهو يجي يحكي لي الغلط وأفضل أسمع الغلط وأضحك معاه في الغلط علشان يجي يحكي لي. فبقينا كمان دلوقتي وصلنا لمرحلة إن أنا بقيت مامي اللذيذة اللي بنتي بتقولي أصل أنا مصاحبة يا مامي، وتقعد تحكي لي علشان أبقى عارفة إنها مصاحبة، وابني يجي يقول لي ده انا عملت ايه عشان ابقى صاحبه ابني. احنا نسينا التربيه خالص، دي شخصيه. في ابهات كتير ورجاله ممكن يكون ناجح جدا في شغله بس في الجانب التاني مع اولاده هو سلبي جدا، هو ما عندوش اي توجيه. سيبي الولاد براحتهم، سيبيهم يعملوا اللي هم عايزينه، لما يكبروا يبقوا اتعلموا. لا دول لسه صغيرين ما بنقول لهمش الكلام ده. مين اللي قال كده؟ فين شخصيتك؟ الشخصية هنا والمايند سيت والعقلية هي اللي بتقول أنا هعرف أكون مربي ولا لأ. ملهاش بقى علاقة أنا راجل ولا ست، أنا بشتغل ولا مش بشتغل، هي شخصية. وكل ما الإنسان بيشتغل على شخصيته هو تاني بغض النظر بشتغل ولا لأ، كل ما أنا هعرف أربي ولادي وازرع جواهم حاجات حلوة. وطول ما أنا إنسان أو إنسانة فاضية من جوايا سطحية، والله لو قاعدة وشي في وش ولادي 24 ساعة ما هعرف أربيهم وأعلمهم حاجة واحدة. وشفنا كتير نماذج لولاد بينا وبين نفسنا نقول دول ما شافوش كده إيه، أنا أسفة، بربع جنيه تربية، صح؟ رغم إن ماما قاعدة طول النهار معاهم بتحضن وتدلع وتبوس فيهم. فمهم نفرق ما بين الرعاية وما بين التربية، ونصحصح كده بقى في هذا الزمن اللي بجد في أهالي كتير بقت هدفي ورغبتي إني أصاحب ولادي وما أخسرش ولادي بقى أكبر من إن أنا أربي ولادي وأعرفهم حدود ربنا وأعرفهم الصح والغلط وأعرفهم الحلال والحرام. ما بقاش فرق معايا أقول لبنتي إن الصحوبية حرام، بس اللي فرق معايا لا تصاحبني وتيجي ما تخبيش عليا. فين حدود ربنا؟ فين إنك بتعلميها إن دي حاجة حرام؟ فين بتقولها إن ده شيء يزعل ربنا؟ حتى لو راحت عملته من وراكي مش بنقول ان ده صح، انا كأم هعمل حاجات، ولكن انت قدام ربنا انا في الاخر خليت قلبك وجعك وانت بتعملي عارفه ان ده ذنب، غير لما انا شايفاكي اصلا متصالحه مع الذنب وبتعمليه بمنتهى الاريحيه. ما هي مامي عارفه، ما هي ايه المشكله، انا مش بعمل حاجه غلط، انا اهلي عارفين. انت مدركه انت بتعلمي ولادك ايه، وانت بتتقبلي وبتوافقي لهم على الخطأ. افتكري سيدنا لقمان، لا في تربيه وفي نصح، حتى لو ابني زعل مني، حتى لو بنتي زعلت مني، هي دي التربيه على فكره. مش لازم دايما نكون مصاحبين ولادنا وخايفين قوي على زعلهم وننسى حدود ربنا وننسى التربيه اللي ربنا لفت نظرنا انها شيء مهم جدا وغالي جدا عنده. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. اشكركم جدا، هشوفكم ان شاء الله في حلقه تانية.